السلام عليكم، مرحبا بكم معي في حلقة جديدة من مسلسل ويبقى الأمل. حلقة يوم الاثنين. هاد الحلقة اللي غادي نشوف فيها لينا اللي غادي يجي الجنون ديالها واللي غادي تقلب الطبلة على عفاف وغادي تحرقها. فراس غادي يبقى يواسي في عفاف ويداوي ليها الجروح ديالها وفي نفس الوقت غادي تقرب منها. وهدى اللي غادي تكتشف الزواج ديال فراس وكذلك عفاف من عند أمير ولينا، وغادي يبقى فيها الحل بزاف. وبلا ما نطول عليكم وندخلوا في تفاصيل الحلقة، البداية غادي تكون مع عفاف وكذلك فراس من بعد ما خبروا ميرهان بأنهم تزوجوا. دخلوا المنزل ولينا بقات كتغوت على الأم ديالها، قالت لها اشنو كتنتظريها؟ هما دخلوا المنزل، يلاه اتصلي بالشرطة. ميرهان بقات تقول لها سكتي، وفي نفس الوقت بقات كتشوف داك العقد ديال الزواج. لينا قالت لها صافي واخا مني ما بغيتيش انا اللي غادي نتصل بالشرطة. وميرهان قالت لها انا راني خبرتك، راني كنفكر. ميرهان اتصلت بالمحامي ديالها حسين وقالت لي انا غادي نسحب الشكايه ديالي بخصوص عفاف كارا وغادي نسحب حتى من القضيه. في ديك اللحظه لينا تصدمات وعفاف وفراس فرحوا. لينا قالت الام ديالها انتي اشنو كتقولي؟ واش غادي تقبلي بهاد السيده تكون الزوجه ديال الابن ديالك؟ واش لهاد السبب تخليتي على القضيه؟ ميرهان قالت لا فراس وكذلك عفاف، بما انكم درتوا هاد الفضيحه اذا انا غادي نقبل بها كزوجه. الابن ديالي غادي ندخلها لهذا المنزل، ولكن غادي يتبعوا القوانين ديالي، وهاد الطفله ما غادي تمشي حتى شي بلاصه. لينا بقات كتغوت وبقات كتقول ما بغيتش هاد المراه في المنزل ديالي. بقات كتغوت على عفاف، قالت لها خرجي علينا من المنزل ديالنا وخرجي علينا من حياتنا وبعدي على الابنه ديالي. لينا بقات كتقول للاخ ديالها ياك انت عندك فلوس خذ هاد السيده وسيروا عيشوا فين ما بغيتوا، ما كيهمنيش فين غادي تمشيو، المهم ما بغيتش نشوفها في المنزل ديالي، عمرني غادي نعطيها الابنه ديالي. ميرهان قالت لها صافي بركه سكتي، قالت لها لا بغيتي تخرجي راه الباب، انتي اصلا مولفه على هادشي وبزاف. لينا قالت لعفاف انا غادي نتحاسب معاك. من بعد مشات للغرفه ديالها. من بعد فراس طلب من ميرفات باش تاخذ غصون وعفاف في الغرفه ديالهم. ميرهان قالت الابن ديالها اش هادشي اللي درتي؟ قال لها انت اللي وصلتينا لهنا. ميرهان قالت ليه انت كنتي عارف مزيان انني ما غاديش نرسل العروسه ديالي للسجن، هادشي علاش تزوجتي بها ياك؟ قالت ليه انا غادي نخليكم تندموا على العيش ديالكم في هذا المنزل. قال لها اولا غادي نعيشوا سعداء في هذا المنزل، يمكن لينا نكونوا عائله، هادشي كامل كيتعلق بك انت. قالت ليه لا العائله ما كتكونش بحال هكذا، غادي نخليكم تندموا بثلاثه بكم على العيش ديالكم في هذا المنزل. من بعد مشات وخلاتو وميرفات غادي نشوفوها قادات الغرفه ديال فراس. قالت لعفاف كون كنا عارفين انكم غادي تزوجوا كون قادين لكم كل شيء. عفاف قالت لها ماشي مشكل انا غادي نعس حدا غصون. قالت لها ياك نتوما يلا تزوجتوا هادشي ما يمكنش، هذه هي الغرفه ديالكم، مع الوقت غادي تقادي الغرفه كيف ما بغيتي انتي. قالت لها فراس كتعتبر الابن ديالي انا اللي ربيته. قالت لها كلشي غادي يتقاد مع الوقت، هذه الليله ديالكم الاولى ما خاصكمش اتنعسوا نتوما فارقين، غادي نقاد لكم كلشي. ميرفات شدات في اليد ديال عفاف قالت لها عندك قلب زوين انا شفتو، شكون عارف تقدري تغيري السيده عمران وكذلك لينا. من بعد دخل عندهم فراس وغصون عنقاتو، قال لها واش انت بخير؟ قالت لي وخبرته انها فيها الجوع. غصون طلبت من عفاف هي اللي تحضر لها الاكل. فراس كان باغي يتكلم مع عفاف، قال لها ميرفات هي اللي غادي توجد لك الاكل ديالك. قالت لي صافي واخا. عفاف قالت لفراس واش هادشي اللي درنا مزيان؟ قال لها الام ديالي ما كانتش غادي تسحب الشكايه كل ما درناش هادشي. قالت لي ويلا عرفوا بان هاد الزواج اللي درنا غير زواج مزيف، الا عرفوا ان الزواج ديالنا ماشي حقيقي اشنو غادي يوقع؟ قال لها اصلا المحامي كيجهز في الاوراق، فاش يكملوا الاوراق غادي نتزوجوا. طلب منها باش ما تخافش، قال لها انا عطيتهم الفرصه الاخيره باش نكونوا عائله وإلا ما بغاوش غادي نتخذ القرار الصحيح. ودابا انتي ما بقيتيش ممنوعه من السفر خارج البلاد حيت الشكايه تسحبات، الا ما بغاوش غادي ناخذوا غصون ونمشيو من هنا. قال لها دابا كلشي بين يدينا. قالت لي الحضانه راه مازال عند السيده عمران. طلب منها باش تهدن. من بعد قالت لي انا غادي نمشي للمنزل ديالي باش نجيب الاغراض ديالي. قال لها صافي واخا. كان باغي يمشي معها، قالت لي لا ما نخليوش غصون غير بوحدها. عفاف فاش كانت غاديه المساعده ديال المنزل قالت لها السيده عمران باغا تتكلم معك. قالت لها من بعد دابا عندي عمل، وهي تقول لها لا ما يمكنش. عفاف تذكرات فراس فاش خبرها على الام ديالو. من بعد قالت المساعده فين هي، مشات لعندها خداتها للحديقه ديال الازهار ديالها. قالت لها انت ما عمرك ما شفتي هذا المكان، ولكن غصون شافته وعجبوها الازهار، هي كتشبه الجده ديالها. ميرهان قالت لها انت درتي جهدك كامل وخليتي الابن ديالي حط هذاك الخاتم في الاصبع ديالو. عفاف بقات كتذكر فراس فاش قال لها هما غادي يضغطوا عليك بزاف ولكن خاصك تصبري. عفاف قالت لها انا وفراس اتخذنا هذا القرار. وميرهان قالت لها اكيد غادي تاخذي هذا القرار مع فراس حيت هو كيبغيك بحال شي مجنون. قالت لها اتخذتي غصون كعذر وخديتي العقل ديال الابن ديالي، عجباتك الكنيه ديال اياز ياك؟ عفاف قالت لها ما كتهمني لا الكنيه ديالكم ولا فلوسكم، الحاجه الوحيده اللي هامني هي غصون وفراس.
ميرهان بدات كتعيب فيها، قالت لها اشنو كتحاولي ديري، ياك ما كتدربي على هاد الهضره قدام المرايه. عفاف قالت لها سمعيني، وهي تقول لها غادي تسكتي، انا اللي كنهضر دابا، انا ما بغيتكش زوجة الابن ديالي. قالت لها هاد الازهار وهاد المكان كامل بالنسبه ليا مهم اكثر منك. قالت لها خليني نقولها لك من الاول، غادي تندمي بزاف على المجيه ديالك لهاد المنزل، غادي نخليك كل نهار تخافي وتبقاي تسائلي اشنو واقع، غادي نخليك تعيشي الجحيم وغادي تهربي وما غاديش تشوفي من وراك، وغادي تنساي فراس وكذلك غصون، وحتى هما غادي ينساو شي مرا سميتها عفاف. غادي تبقاي حاليا في هذا المنزل حيت انا باغيه. عفاف بقات غير كتشوف فيها. من بعد جات الصديقه ديال ميرهان وشافت عفاف عندها، قالت لها عفاف اشنو كديري هنا؟ قالت لميرهان اشنو واقع؟ وميرهان قالت لها غير تهدني، كنا كنتكلموا انا وعفاف وكانت غادي تمشي دابا. قالت لها نتلاقاو في المنزل. وعفاف اتصلت بسونيا اللي كانت مع امير وكانوا كيتسائلوا فين كاين فراس وكذلك عفاف. عفاف قالت لها انا خارجه دابا من القصر وغدا للمنزل. قالت لها على اين قصر كتكلمي؟ عفاف قالت لسونيا حنا راه تزوجنا. قالت لها تزوجتوا؟ امير قال لها كيفاش، على اين الزواج كيتكلموا؟ سونيا قالت لها واش كتقصدي بالزواج الخاتم؟ عفاف طلبت منها باش تجي للمنزل ويتكلموا. المهم سونيا كانت غاديه كتجري المنزل باش تعرف اشنو واقع. من بعد عنقات امير حتى هو كان فرحان غير حيت سونيا عنقاتو. البير حتى هو كان خارج من الشركه. هدى قالت ليه ياك لاباس فين غادي؟ شفت سونيا خارجه وهي متوتره بزاف. قال لها حيت وصلنا واحد الخبر زوين بزاف. قالت لي وشنو هذا الخبر؟ قال لها اصلا غادي تعرفي اللهم سمعيها مني. قال لها حنا كنا كنظنوا ان فراس وعفاف غادي يهربوا، كنا كنظنوا انهم غادي يجهزوا جوازات سفر مزوره ولا شي حاجه بحال هكذا، ولكن عفاف وفراس تزوجوا. في ديك اللحظه هدى تلقات الصدمه ديال العمر ديالها، كلشي تضرب ليها في الزيرو. امير قال لها خاصك تقدمي ليه التهاني وتباركي ليه بمناسبه الزواج ديالو كيبقى الصديق ديالك. من بعد مشاو خلاها. هدى تصدمات واتصلت لينا قالت لها شنو بغيتي؟ قالت لها انا سمعت شي حاجه وما عرفتش واش صحيحه او لا. ولينا قالت لها هادشي كيعني انك عرفتي حسنتي، اشنو وقع ياك ما بقى فيك الحال؟ قالت لها انا اصلا كنتالم كل نهار ولكن حتى شي حد ما كان كيفهمني، فهموني دابا يلا حتى نتوما حسوا بالالم. هدى قالت لها يعني هو تزوج؟ ولينا قالت لها تزوج وفيقي من الحلم ديالك. وداروا حتى الخواتم شدوا في ايدين بعضياتهم وعطاو الام ديالي العقد ديال الزواج. ودابا ها هما غادي يعيشوا معنا في المنزل. كون غير شفتي الحاله ديالهم كيفاش شادين في بعضياتهم وكيحميو بعضياتهم بطريقه رومانسيه. هدى تصدمات وبقات غير كتبكي. قطعت على لينا والصديقه ديال ميرحان قالت لها في الصباح الشرطه كانت كتبحث على عفاف ودابا كنشوفها هي معاك وكتكلموا بهدوء. وميرحان قالت لها ولدي جاب لي الحفيده ديالي وانا سحبت الشكايه، اللي مهمه عندي دابا هي الحفيده ديالي. الصديقه ديالها قالت لها انت تراجعتي على القضيه وسحبتي الشكايه؟ وهي تقول لها وعلاش لا؟ قالت لها غصون كتبغي عفاف بزاف وانا سمحت لها باش تلاقى بها مره وهكذا سال الموضوع بالنسبه ليا. قالت لها ولكن الابن ديالك فراس على الحب ديالو العفاف قدام كل شيء، هادشي علاش انا كنسولك. من بعد جحدهم فراس. هذيك السيده قالت لفراس انا شفت عفاف، الام ديالك ما بغات تقول حتى شي حاجه، اشنو واقع؟ كيفاش صلحتوا العلاقه ديالكم بعفاف؟ جاني الفضول. وهو يقول لها الام ديالي غادي تخبرك بكل شيء. قال لهم غادي نمشي للمكتب ديالي. وطبعا ميرهان جرات على الصديقه ديالها بالطريقه ديالها. قالت لها انت كتجي عندنا المنزل وكتبقاي عندنا اكثر من كتبقاي في المنزل ديالك. وهي تقول لها انا عارفه مزيان انك مخبيه شي حاجه وغادي نعرفها. وفراس جا عنده امير وخبروا بان الزواج ديالهم ماشي حقيقي ويلا كيجمعوا في الاوراق باش يتزوجوا. وفي نفس الوقت عفاف خبرت سونيا بان الزواج ماشي حقيقي والمحامي ديال فراس كيجمع في الاوراق. فراس قال الامير الام ديالي خاصها تخلى على الشكايه، كاع الشكايات اللي قدمتها ضد عفاف. وسونيا قالت للصديقه ديالها انتوما اصلا لبستوا الخواتم وتزوجتوا، اصلا انتوما كتبغوا بعضياتكم واخا يكون هذا الزواج مزيف في الاخير غادي تزوجوا. من بعد غادي نشوفوا كلشي مجموع على المائده ديال العشاء. ولينا طلبت من الابنه ديالها باش تجلس حداها وهي ما بغاتش، ناضت باش تجرها بالقوه وفراس وقفها عند حدها. الام ديالها طلبت منها باش تنوض من المائده، قالت لها سيري الغرفه ديالك ولكن هي ما بغاتش، بغات تحداهم كاملين. فراس قال الاخت ديالو غادي تجلسي في بلاصتك وتهدني. لينا بقات كتغوت على الام ديالها، قالت لهم نتوما كاملين تحدثوا ضدي، فضلتي هاد المراه. قالت الام ديالها فضلتي هاد المراه عليا انا. بدات كتجر في غصون. من بعد كسرات كاع داكشي اللي كان فوق المائده. غصون خافت. لينا قالت لهم الا ما كنتش غادي ناكل في هاد المائده حتى نتوما ما غاديش تاكلوا. فراس
كتطلب من عفاف وكذلك غصن باش يطلعوا الغرفه. عفاف كانت تحرقات، فراس دخل عليهم وعفاف كانت عريانه، بقى كيشوف ليها اليد ديالها اللي تحرقات. ميرفت جابت ليها كريم، المهم فراس بقى كيهتم بها وعفاف عجبها الحال. وكانت ديال النهايه ديال الحلقه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم والى فيديو لاحق ان شاء الله.